عارف ايه اكتر حاجة بتسحب طاقتك وانت سايق دلوقتي؟ مش زحمة الطريق ولا حرارة الجو، هي الزحمة اللي جوه دماغك. عقلك عمال يفكر في ال50 حاجة اللي وراك، والمهام اللي متأجلة من الأسبوع اللي فات، والإيميلات اللي ما كلتش قلبك لسه. الحقيقة المرة إنك لو فضلت مستني المزاج الرايق عشان تبدأ شغل، فأنت غالبا مش هتخلص حاجة. في قاعدة غريبة بتقولك لو مطلوب منك تاكل ضفدعة صاحية، أحسن وقت تعمل فيه ده هو أول ما تصحى من النوم. ليه؟ عشان تخلص من قرفها وتضمن إن بقية يومك هيكون ممتع وسهل، لأن مفيش حاجة تانية أوحش من كده ممكن تحصلك. الضفدعة دي هي أصعب وأهم مهمة وراك، الحاجة اللي انت خايف تبدأ فيها وعمال تتدلع وتهرب منها لمهام تافهة زي انك ترتب مكتبك أو تفتح السوشيال ميديا. احنا كبشر عندنا مهارة مرعبة في التسويف الشيك، بنقنع نفسنا اننا مشغولين واحنا في الحقيقة بنعمل حاجات ملهاش لازمة بس عشان نهرب من الضفدعة الكبيرة. عشان تنجز بجد لازم تطبق قاعدة 80% 20%. 20% بس من المهام اللي وراك هي اللي بتجيب 80% من النتائج والفلوس والنجاح في حياتك، وال80% الباقيين هم مجرد دوشة. الشطارة مش إنك تعمل حاجات كتير، الشطارة إنك تختار ال20% الصح وتخلصهم الأول. طيب، تعمل إيه أول ما تركن عربيتك وتطلع مكتبك؟ أولاً، انسى القايمة اللي فيها 100 حاجة، حدد 3 مهام بس هم الأهم النهاردة. ثانياً، ابدأ بأكبر وأرخم ضفدعة فيهم، ما تفتحش إيميل، ما تبصش في موبايلك، وما ترغيش مع حد، ابلع الضفدعة فوراً. ثالثاً، عود نفسك على قوة الدفع، أصعب لحظة هي أول دقيقتين. لو غصبت نفسك تبدأ، عقلك هيدخل في المود وهتلاقي المهمة اللي كنت شايل همها بتخلص في وقت أقل بكتير مما كنت متخيل. النجاح مش محتاج ذكاء خارق، محتاج نظام. الشخص اللي بينجز مش هو اللي عنده وقت أكتر، هو الشخص اللي قرر يبلع الضفدعة بتاعته بدري ويفضي بقية يومه للاستمتاع بحياته. كل الكلام ده هو ملخص الروشتة اللي قدمها براين تريسي في كتابه الشهير ابدأ بالأهم ولو كان صعبا. Eat That Frog. كتاب صغير بس يقدر يغير إنتاجيتك 180 درجة. مشوارك خلص ودلوقتي جه وقت المهمة الصعبة، هتطلع تبلع الضفدعة ولا هتأجلها لبكرة؟